السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حعملكم حلا اللوتس من أذكى الحلا اللي عملناه، بجد طعمه كتير زاكي. وكمان حنعمل طريقة معكرونة النرجسكو إن شاء الله تعجبكم. إذا ما كنتوش مشتركين في القناة أتمنى تشتركوا بالضغط على كلمة اشتراك أسفل الفيديو، وإذا عجبكم الفيديو حطوا لايك. خلينا نبدأ في الحلو يا حلوين. أول إشي حنحتاج لحلا اللوتس بسكوت لوتس، زبدة لوتس، أي جبنة كريمة، أنا مستخدمة كيري، وزبدة، وكوب سكر قد كوب الكريمة اللي هي السائلة، يعني كوب السكر قد كوب الكريمة السائلة. حطاها في الجاط أو الجستر أو أي مسمى اللي هو الكريمة عشان حخفقها. ححط السكر عليها لأنه طعمها بيكونش مسكر. طبعا السكر فيك تقلليه، بس احنا بنحب الحاجة تكون حلوة، فكرمال هيك أنا حاطة كوب. في ناس ممكن تحط نص كوب إذا بتحبيش السكر كتير. حنخفق الكريمة لما يتضاعف حجمها. بعد ما تضاعف حجمها زي ما شفنا بنحط الجبنة الكريمة. هلأ زبدة اللوتس حنحط 3 معالق كبار، بتديها نكهة للكريمة بجد بجد كتير زاكية. هلأ بخلطهم كتير كتير منيح. شايفين لونها بدأ يدي زي النسكافيه، بصير لون الكريمة. لخبطتها أو يعني خربطتها كتير منيح. هلأ ححطها على جنب ونكسر البسكوت بإيدك بالخلاط. برجع لك سيحت قالب الزبدة حديره فوق البسكوت، هحطه فوق البسكوت. بعد ما وضعناه الزبدة بالبسكوت بنلخبطها كتير منيح. ممكن لو كسرت البسكوت في كبة تحط الزبدة برضو بالكبة يعني. هلأ اضغط كتير منيح على البسكوت عشان ما يتحركش من مكانه، لازم يكون جامد. هلأ ححط الطبقة البيضة زي ما شفتوا، بعدين ححطها تقريبا 3 ساعات بالفريزر. بعدين حنسيح زبدة اللوتس ونحطها فوقها. هلأ حاخدها على الفريزر تقريبا 3 ساعات تجمد الطبقة البيضة. هلأ قاعدة بفرجيكم الزبدة، بس عن جد هاي سيحناها بعد ما قعدت 3 ساعات بالفريزر. سيحنا الزبدة، ممكن تسيحها بالميكروويف، ممكن على بخار، ممكن بطبق زي ما أنا عاملة، برجعلك. هلأ منوزع زبدة اللوتس بهالشكل. ممكن تكوني سايبة بسكوت، ممكن تزينيها بكريمة. أنا بس زينتها كده بسكوتين على الوجه. ممكن تفتفتي بسكوت حوالين الصينية، يعني هذه إلك الحرية. إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. كتير زاكية بجد، يعني من أذكى الحلا اللي عملته. أمانة صحة وعافية، والله رهيبة عن جد. صحة وعافية. صحة وعافية. صحة وعافية. وهلقيت خلينا نروح للمعكرونة. حنستخدم معكرونة سباكيتي أو الطويلة. حنحتاج صدر دجاج، فلفلة ملونة، أنا حطيت قرنين، بصلة كبيرة، زيتون، والبشاميل اللي زيادة حنحط عليه قشطة. طبعا عملنا قبل هيك مع بعض. حنحتاج زبدة قد الطحين، معلقتين زبدة ومعلقتين طحين، وتقريبا لتر حليب، وعلبة قشطة. البهارات اللي حنستخدمها ملح وفلفل أسمر وبابريكا وبهار دجاج. هحطهم على صدر الدجاج، هما بيدوا طعم ونكهة تكسر شوية البشاميل. هلأ بنلخبطهم كتير منيح. بنكون حاطين الطاوة على الغاز وحطيت زبدة، وكمان كنت مسخنة مية وسلقت المعكرونة. هلأ بعد ما مسحت الزبدة بصفت صدر الدجاج عليها. بعدين بنسفح البصل نتفة بهالطريقة. بعدين بنحط الفلفلة الملونة ومنوطيه ومنغطيه بعد ما نلخبطه كتير منيح عشان يستوي مع بعض بهالطريقة.
هلأ وطيناه وغطيناه. هلأ حاعمل البشاميل. طبعا قلت لكم معلقتين زبدة يعني معلقتين طحين، ممكن معلقتين سمنة معلقتين طحين. بقلبهم كتير منيح. بعدين بنجيب الحليب وبنخفق لما يصير بالشكل هذا. هلأ بنحط علبة القشطة، بنخليهاش تغلي كتير بعلبة القشطة، بس انه يعني تغلي هيك غلوة. لما يعني تروح كله يدخل في بعض الصوص، نطفي الغاز. بهالشكل صار جاهز عندنا. سلقنا المعكرونة والحشوة صارت جاهزة والبشاميل صار جاهز. هلأ بحط أول إشي معلقة بشاميل، بعدين بصفت معكرونة بهالطريقة. بعدين ححط كمان مرة بشاميل. فيك تزيدي البشاميل، أنا كنت مقللة. هلقيت حطيت الحشوة، عن جد طعمها كتير زاكي. جبنة، الجبنة اختياري بس أطعم بالجبنة. والزيتون، حطينا جبنة وزيتون بهالشكل. بعدين بنحط الباقي المعكرونة بهالطريقة. أي نوع جبنة أنت بتحبيه، ممكن موزاريلا ممكن يلي بتفضلي. هلأ نحط باقي البشاميل على الوجه بهالطريقة. بعدين رشة جبنة. أول مرة أشوفها أنت تعمليها. جديدة. أشوف بس بدي شو اسمها؟ بالجبنة. شو؟ حرش جبنة على الوجه، هذا اختياري. ممكن تخلي كمان شوية خضرة تحطيها فوق، يعني تزينيها باللي انت حابة. طعمها كان كتير زاكي. دمتم بخير، في أمان الله.